جنور حمدون الإيراني مش مخلي الدون حبيبه، يعني حبيب قلبه أبو حسين، ينام ويرتاح في منامه. يا أخي يا حمدون يعني حرام عليك، اتركه ينام الزلمة، خليه يرتاح، عنده مباراة مهمة في دوري أطفال آسيا بكرة، يسود وجهكم ويعمل لي محتوى، يعني أنت الخسران يعني. بشوف عشان هيك اتركوه ينام. أعزائنا المتابعين، الأمر الذي دفعني لتسجيل هذا الفيديو هو ظاهرة واحدة ووحيدة، هي أن الصحافة والصفحات العربية تعاطت مع الأمر هذا وقدوم كل هذه الجماهير إلى دون كريستيانو رونالدو على أنه أمر عادي، وبالعكس افتخروا فيه. يعني بعض الصفحات نشروا الدون أي شعبية وكل إيران أتتك وكل هذه الأمور، وعرضوا قال دعسة قدم رونالدو للبيع وتوقيعه وسجادة لمسها رونالدو قال للبيع $9000 وما زاد وما بعد. يعني بدل من محاربة هذه الظواهر دايرين تنشروا فيها وتعظموا فيها. وللأسف الشديد للأسف الشديد يا أخي، بعض الحمادنة، انتوا شو دينكم، شو نوعكم، انتم شو مجبولين؟ بعض الحمادنة يعني يستغلون كل فرصة وكل شيء وكل حدث للترويج لرونالدو أو لكسب اللايكات والتفاعل عن طريق يعني نشر أمور كاذبة وأخبار زائفة عن كريستيانو رونالدو. يعني سبق ونشروا عنه سابقا دعم القضية الفلسطينية وما بعرف شو هو. والأمر المخزي والمخجل هو الشائعة التي ظهرت في زلزال المغرب، أنه فتح الفندق متاعه لاستقبال المتضررين، وطلع في نهاية المطاف خبر كاذب. يعني استغلال أزمة واستغلال كارثة تحل على شعب للترويج أو للتفاعل، هذا جدا أمر غير إنساني وغير أخلاقي. وأيضا فاعت أيضا فيديوهات قال جايب الجماهير المغربية لما أقصت البرتغال كيف أنها كانت تتمسخر على رونالدو وكل هذه الأمور، وين رونالدو اختفى، والآن رونالدو بيبكي. فاستغلوا هذا الأمر الآن، قال ياتوا إسا المغاربة الذين يبكون بعد الكارثة. يعني لهذه الدرجة وصل الأمر. مباراة كرة قدم، خلصت المباراة، حصل في مباراة عادي بيحصل يعني بيحصل، تعال نقول هذا الطرف بيحكي على هذاك وهذا بيقاهر بهذا، وطبيعي جدا كرة القدم، وهذا جزء من جمالية كرة القدم، وهذا أصلا المحتوى اللي احنا بنقدمه، احنا بنقاهر الخسران وهكذا. فتيجي تستغله انك تشمت لناس، هذا صراحة أمر غير إنساني وغير أخلاقي وأمر مرفوض تماما. ويجب أن يعني نحارب هذه الظواهر، وأنه هنا تقديس لاعب نازلين على الشوارع زي هاي راكضوا وراه، أمر يعني مرفوض تماما، ولا نحب أن نروج لهذه الأمور ولا بأي شكل.